نعم. لو ما عاد القبيلة في اليمن قد احنا من طاقة لا طاقة، ولكن عاد القبيلة ذي تسد وترد، وذا محكم قال وذا عفا وذا شل وذا حط. على كل حال القبيلة عسري عند أهلها ومن يعرفوها ومن يمشوا على شروعها وفروعها ما هم تقبيلة تقبيل. القبيلة عادت كما بشرع الله بدت وشبالها حيت داعي الصوت المجيد، والقبيلة كانت ولا زالت كمن ما زلزلت، وحيث ما حلت يحل الحق والباطل يغيب. جيناكم باسمنا وصفتنا الشيخ البشير بن عبد الرزاق بن أحمد بن سنان حزام عبيد، قبيلة عنس بن أسعد الكامل كعبة القبيلة، رئيس مؤسس قاعة الصلح القبلي. جينا قال العبيدي بقول باسم القبيلة، وبعد ما صلي على طه الحبيب بكتب قصيدة كلها ضرب امثله، واحاول اجعل من كل متباعد قريب، والشعر حكمه والعرب تتداوله، وهل اليمن في الحكمه الطارف اديب باقي علينا دي نقوله نعمله، والراقب الله المحاسب والرقيب، ونشهد ان الرمح يطعن بوله، والحضرمي يعرف عاده في العسير، والعنف عمره ما يحل المشكله، والقوس الاعوج مستحيل انه يصيب. يا صاحبي سجل قصيدي وانقله واسمع نصايح طيبه من اصل طيب، اول حليم النجد مره وزهله، والثانيه احتاجها وترك وسيب، وياك تسمع الكذوب وتقبله، الكذب يفضح صاحبه باول تريب، واعفيه وسامح والسفيه يتحمله، وكل سيء باد له بالسوء طيب، والباب دي باجل بالشر قبله، فاتوا كل كذاب لا منت بيب. اذا شطرت انسان بيت مساله نصيحتي لا تستشير الا لبيب، وفي الامور القاسيه والمعضله اسال مجرب قبل ما تسال طبيب، رزق المضمون لا تستعجله، اصبر على حوش النبت تلقى زبيب، وياك تندم على شيء توكله، دنيا عجيبه والطمع باطل عجيب، ودي يحصل صاحبك ولك وله، لا تسده وتعامله مثل الغريب، ونشي وقع لك لا تقلد يا وله، وتحاكي العالم من اخشام القصيب، والشخص دي ما تعرفها لا تجهله، وفي المعارف كل واحد له نصيب، هنيت له من هو غبي هنيت له، يعيش طايش في شبابه، والمشيب لا قلت له مخطي، ضرب لك امثله بينك وتك مخطي ولا وحدك مصيب، لا يعرف الصايب ولا يرتاح له، ولا دعوا المصايب يستجيب، والشيخ ذي يملك صفات المرجله، وتحصله دوما مع اصحابه قريب، اذا حضر تضمن حلول المشكله، وان غاب تضمن طلعته بعد المغيب، رجال عاقل ما يحب المعقله، والصدق ذي خلاه في قومه نقيب، والحر ما يرضى لحد البهدله، والجيد في وقت الشدائد ما يخيب. قال والجيد في وقت الشدائد ما يخيب، واقول لكم وش عندي اكبر مشكله فسالة الصاحب وتقدير النسيب، والداء لا قد حل ما يستأصله الا الكلام الزين والفعل النجيب، وغبني على يمشي يدلو بالمفسله، ما بايق رجال وهو دايم يعيب، والفصل تبقى نظرته بين رجله ما يذكر امه يرضى منها حليب، وصار يقول حي الله من سمع.